تعالي اقولك ازاي تخلي الفراخ المسلوقة بالشكل واللون والجمال والحلاوة دي زي المشوية بالظبط. لو قدمتيها لضيوفك او لاي حد مستحيل يقولوا انها مسلوقة. كل اللي هيشوفها او هيذوق طعمها هيقولك دي مشوية، واكيد انت بتكدبي علينا. تعالي بقى انا اقولك السر. اول حاجة هتستني معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي كل حاجة انا عملتها، عشان تعملي زيها وما تقعش منك اي حاجة. تاني حاجة هتسمي الله ونبدأ في الفيديو. بسم الله. ساعات كتير بنبقى عايزين شوربة نعمل بيها طبيخ، وما عندناش. لو شوينا الفراخ مش هيبقى عندنا الشوربة دي. فانا بقى بقيت بسلقها وبقيت بعمل لها التتبيلة. اول حاجة بحطها على النار مية سخنة، بحط مية سخنة على النار واحط بصل وطماطم وورق لورا، ملح، وبنزل بالفراخ بتاعتي مغسولة كويس جدا، رشة كزبرة صغيرة ورشة كمون. بحطها لمدة نص ساعة لحد ما توصل للجمال ده. طبعا اول ما بتغلي بحوش اي ريم، وبعد ساعة الا ربع بشيل الفراخ بتاعتي بتكون استوت، وشربتنا بتبقى مظبوطة. كده انا هطبخ ملوخية من الشوربة دي واعمل الطبيخ اللي انا عايزاه. ودلوقتي بقى نخش على المرحلة التانية. الفراخ بتاعتي دي هحطها كده بقى على جنب، ونجهز التتبيلة بتاعتنا. انا عايزة اقول لكم انا من ساعة ما بدأت اعملها وانا ادمنتها. انا استغنيت عن ان انا اشوي الفراخ، بقيت اسلق واعملها على طول، ما بتاخدش وقت. وطعم تحفة وشكل في غاية الروعة. اول حاجة عندي كيس صلصة من اللي انتوا شايفينه ده، من ابو 2 جنيه ونص ده، وحطيت عليهم معلقة من الزيت، وهنزل عليهم برشة فلفل اسود ورشة كزبرة ناشفة، وهنزل عليهم برشة كمون، وننزل كمان برشة ملح. ونبدأ بقى نقلب التتبيلة بتاعتنا. ولو لقيتيها تقيلة زي ما انتي شايفاها كده، بتزودي شوية شوربة قليلين. انا ما زودتش. تمام. او شوية صلصة، لو عندك شوية طماطم قليلين كده مخلوطين فايضين من الطبيخ بتاعك، حطيهم بيبقى حلوة جدا. بس تتبيلتنا بسيطة، بس الطعم بيروح في حتة تانية، ولا اللون والحلاوة اللي انتوا شفتوه. بقول لكم انا ادمنتها، يعني انتي هتجربيها وزوقيها للي حواليكي، مستحيل يصدقوا ان دي مش مشوية. وبتنجز معاكي في العزومات لو عايزة شوربة بقى والفرن مش فاضي وكده. لا، بتسلقي الفراخ عادي زي ما احنا سلقناها كده. اهم حاجة ظبطي بس السلق بتاعها علشان تاخدي منها شوربة حلوة. وبعد كده التتبيلة دي بقى بتنقلها في حتة تانية خالص، منها اللون ومنها الطعم. بنفضل بقى ندهن كده الفراخ من تحت ومن فوق، ونحط في الوقت ده بنبقى مولعين الفرن بتاعنا بيكون سخن جدا، من تحت ومن فوق برضو. اول ما بنخلص الصينية برص الصينية كويس، وبحط الصينية بتاعتي على الشبكة في النص، يعني تحت الشواية على طول، علشان تاخد لون على طول كده. وزي ما انتوا شايفين هي ما فيهاش شوربه ولا حاجه، بحيث انها لو حط لها على الصاج هتشيط من تحت. احنا عايزينها بس تاخد لون، مستويه وحلوه جدا. وتاني حاجه، لان عشان تاخد اللون اللي في اللمعه اللي انتوا فيها دي لازم تخش فرن سخن. كده بس شايفين الجمال. انت لو شفتها كده هتقولوا مشويه مشويه، بس الطعم بقى في حته تانية. حطيلي بقى لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس، وادعيلي دعوه من قلبك. ولو عندك اي سؤال اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكي، ولو في اي حاجه نسيتها اعذروني. ولو نسيت حاجه وافتكرتها اكتبها لكم في التعليقات، في تعليق مثبت باذن الله. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.